اخواتي الاهلاويه، النهارده مفيش حاجه اسمها انا محايد، مفيش حاجه اسمها اهلاوي، مفيش حاجه اسمها اصلك انا اهلاوي بس هقول مش عارف ايه. انت النهارده يا اما مع اداره النادي الاهلي في القرار التاريخي اللي هتاخده بعدم استكمال الدوري بعد البيان اللي هينزل من الرابطه، اللي هو يحسب للزمالك الثلاث نقاط ويعتبر الاهلي منسحبا من المباراه. تمام. انت النهارده لو قلت لي اصلك مش عارف ايه، لا 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 لا، ما فيهاش تبريرات، ما فيهاش اصلك هبرر لك، ما فيهاش اصلك نستنى افصل لك، ما فيهاش اصلك متضايق، ما فيهاش الكلام ده. انت النهارده قدام موقف تاريخي، يا تثبت اهلاويتك وتبقى مع اداره النادي الاهلي، يا اما تروح تركب لك كاريتا او طفطف، عشان انت هنا خريان مداريان وما تتحسبش علينا اهلاوي، وما تطلعش تقول اصلك انا اهلاوي واوف والكلام ده والكلام ده. انا مش قاصد باي حد، ده لاي حد مش عاجبه القرار اللي خده كابتن محمود الخطيب. النهارده كابتن محمود الخطيب في الحالتين بطل، اذا لم يكمل الدوري وبقي في الرئاسه، او اذا الدوله اقالت كابتن محمود الخطيب بسبب ان الاهلي يلعب في الدوري. ففي كلا الحالتين النهارده انت بطل يا كابتن محمود. النهارده لو في 20 مليون 30 مليون بيحبك، فبعد القرار دوت هيبقوا 90 مليون اهلاوي بيحبك. فكك من 10,000 ولا 15,000 اللي معاهم مشاهدات ولا مش عارف ايه، واللي يقول لك اصلك انا اهلاوي اوف الناس دي مش تبعنا ولا تمسنا ولا تخصنا ولا تمثلنا ولا الكلام ده كله. انا مع اداره النادي الاهلي، انا مع الاهلي، انا مع المصلحه، انا مع كبريائي، انا مع كرامتي، انا مع نخوتي. الناس دي كلها كانت بتصرخ سنين من التحكيم، والنهارده لما انا قلت تحكيم اجنبي هم قال لك لا التحكيم المصري فل وعشرة. طيب لما تيجي تتظلموا ما تجوش تعيطوا شبه النسوان كل مره وتقول اصلك التحكيم المصري خسرني. لا يرحمك، انا جيت لك ووقفت لهم، وقفت قدام اتحاد الكوره وقدام اتحاد الفساد وقدام الرابطه وقلت لهم مش هلعب، وانت اللي قلت انا رايح العب، وانت اللي رحت الاستاد. انت لما انسحبت قدامي كنت خايف تخسر سكور، انما انسحبت قدامك قلت ايه؟ قلت انا عايز العب بتحكيم اجنبي. انت لما انسحبت قدامي قلت مش هكمل الدوري لو ما خدتش الثلاث نقط او الماتش اتعاد. انا بقى مش هكمل الدوري فعليا، يعني انا ارجل منك كالعاده واحسن منك كالعاده وهديك بالجزمه كالعاده. انت واي حد كان بيهاجم التحكيم المصري ودلوقتي بيشيد بالتحكيم المصري كيد نسا مش اكتر، يا شويه عويله. لما الاهلي يقف ويجيب الحق، وصاحب الحق سلطان على فكره، لما الاهلي يقف ويجيب الحق وانت ترجع وتقول لا 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 اصلك التحكيم المصري حلو، يبقى انت عايز 100 جزمه على دماغك. وما تقوليش ايه يا اسلام اللي انت بتقوله ده، انت عايز 100 جزمه على دماغك. النهارده يا كابتن محمود الخطيب شعب الاهلي كله في ظهرك، ما تقلقش من اي حاجه. لو عملنا دورات خماسيه باللعيبه على قناه النادي الاهلي زعناها بس مباشر وقت المطوشه بتاعتهم، قسما بالله هنجيب مشاهدات واعلانات اكتر منهم بمراحل. لو هتطلع كل يوم تقول السلام عليكم، احنا هنخش عليكم السلام، هنجيبوا مشاهدات وهنجيبوا فلوس الحمد لله، لان احنا شعب وجيش وراك يا كابتن محمود يا خطيب. انا كاسلام معاك، انا كاهلاوي في ظهرك. ومش انا بس، قسما بالله الشارع المصري في اي حته، في الخليج، في اوروبا، في مصر، اي اهلاوي بقابله في الشارع هو مع القرار. اصمت، سواء بقيت في الرئاسه او رحلت، قسما بالله انت في نظرنا بطل. انت في نظرنا اخدت قرار تاريخي لا يقل اهميه عن اللي اتاخد من رؤساء النادي الاهلي على مر التاريخ. انت اسطوره يا كابتن محمود يا خطيب، وهتفضل اسطوره. النهارده كلنا في ظهرك وما يشغلكش اي حاجه، وهم اللي هيجروا ورانا، قسما بالله هيجروا ورانا عشان يرضونا، واحنا هنحط رجل على رجل وفي بقنا السيجار وكوبايه الشاي ونقول لهم هنفكر ونرد عليكم يا شويه اوساخ، يا شويه ناس قذره، يا شويه فاسدين، سواء في اتحاد الكوره او الرابطه او اللي بيطبلوا لهم. سلام من غير باي، او باي من غير سلام.